لكن دعني أشرك ضيفي معنا السيد محمود ود أحمد. سيد محمود ود أحمد، يعني الحديث عن هذه العقوبات ربما هذه إشارة واضحة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن هناك من يمول الدعم السريع، هناك من يقدم الأسلحة، عبد الرحيم دجلو العام الماضي، اليوم الجوني، وربما أيضا ما لفت الانتباه وهو أنه عائلة الفريق محمد حمدان هو قائد الدعم السريع وأشقائه هم من يمولون هذا الدعم السريع. هل من الممكن أن يحكم تنظيم، حزب، قوة عسكرية، حتى لا نقول كما يقول الآخرون طبعا قوة عسكرية كالدعم السريع، عائلية، أن تحكم السودان؟ تحية طيبة مباركة لك أخي الكريم، وتحية لضيفك الكريم أستاذ ضياء. وحقيقة نظرا إلى نحن في حركة الإصلاح والنهضة السودانية ننظر إلى هذا القرار باعتباره قرار غير موفق في حق الباش مهندس الجوني حمدان دقل. ونحن بما يتوفر لدينا من معلومات بسيطة نعرف أن الجوني حمدان دقل هو عضو وفد التفاوض بقوات الدعم السريع، وهو واحد من الذين ظلوا في كل المنابر يبحثون عن السلام. أخي الكريم، بحسب ما نتابع نحن كمراقبين سياسيين وقوة مدنية، تسليح قوات الدعم السريع هو يأتي من الفرق والمواقع التي تسيطر عليها طيب، هذه القوات. قبل سيد محمود، إضافة قبل أن إلى نذهب إلى على التصنيع الحربي. نعم، قبل أن نذهب إلى التسليح، أنت قلت معلومة مهمة نريد أن أيضا نقدمها للسادة المتابعين والمشاهدين والسودانيين، وأنتم أصحاب حزب نعم. في السودان. قلت أنتم لديكم معلومات تفيد بأن الجوني دجلو ليس متورطا في هذا المجال، وبالتالي أرجو أن توضح للعالم وللسودانيين هذه المعلومات التي ربما أنت قلت أن هذه المعلومات أصح من معلومات وزارة الخزانة الأمريكية. أنا قلت بحسب ما نتابع وبحسب ما نعرف أنه عضو في وفد التفاوض، وبالتالي هو واحد من الذين ظلوا يبحثون عن السلام. ويا أخي الكريم، من المعروف أن عمليات التسليح لا تقتصر على الأشخاص، والسودان دولة واسعة وحدودها مفتوحة واسعة. بإمكان أي جهة أن تنظم استيراد السلاح، ليس بالتحديد أن يكون هو الجوني. فأنا قلت لك أن مصدر التسليح لقوات الدعم السريع بحسب ما نعلم هو من مناطق سيطرتها عن الفرق والتصنيع سيد الحربي محمود، نحن لا نسأل عن مصدر التسليح، لأنه في النهاية خالص غير معنيين بمصدر التسليح. نحن نسأل عن قرار وزارة الخزانة الأمريكية قالت إنه الجوني هو نحن في حركة الإصلاح والنهضة بينت لك أن هذا القرار هو قرار غير موفق. خلاص، أنت رأيك السياسي قلت إنه هو قرار غير موفق، لكن أنت قلت إن لديك معلومات، ربما معلومات، لكن المعلومات اللي لديك قلت إن بما نعرفه إنه هو في وفد التفاوض، لكن هل لديك معلومات أنه لم يشتري سلاح، لم يورد سلاح للدعم السريع؟ لا أستطيع أن أجزم بذلك، لكن ما نستطيع أن نقول لأننا هنا في إطار عرض حقائق. بحسب ما نعلم أنه رجل سلام ورجل مشارك في التفاوض وباحث عن السلام، لا يمكن أن يكون طرف في هذا الأمر. وزارة الخزانة بالطبع لها مصادرها التي يمكن أن تكون صحيحة ويمكن أن تكون غير صحيحة. للدعم السريع بعد ذلك الحق في مدافعة هذا القرار، ولكن أنا أعتقد أن هذا القرار هو كان الأولى أن يتم توجيهه بصورة جذرية إلى معالجة إشكالات الحرب، ومن ضمنها القوات الجوية التي الآن تقصف مناطق المدنيين في الكومة وفي الفاشر وفي الجزيرة وفي غيرها. يعني حضرتك ترى انه العقوبات المفترض كما طالت الجوني تطال القوات المسلحة السودانية قطعا، يعني لأنه الآن هناك شواهد وأدلة واضحة لا تحتاج إلى كثير عناء لإثبات أن القصف الجوي للطيران الحربي الذي استخدمه الجيش السوداني الآن هو استهدف مواطنين، وهناك ضحايا من المواطنين في مختلف المناطق. وهناك شواهد لأدلة أيضا لإعدامات قامت بها كتائب
يعني تتبع أيضا تقاتل مع الجيش السوداني، تتبع للإسلاميين، واحنا حقيقه وتصفيات يعني تمت لنا في مناطق ثلاثه الحلفاية ايام، وغيرها. لنا امس مثلا كان معنا السيد علاء النقد، وكان معنا قلنا انه اربع حالات، احزاب حزب الامه القومي واحزاب وتقدم ذكرت انه الاربع حالات، حتى انه الناس ذكرت اسماء. لكن بما انك معنا ايضا وتنتقد ايضا القتل في السودانيين ايا كان، تعليقك، لانه ساذهب الى الجانب الميداني كما انت اشرت الى الجانب الميداني والقتل. سوق نفاشة قتل فيه 15 شخص، تعليقك على انه تنسيقيه لجان مقاومه الفاشل ذكرت الاسماء واتينا بهم، نحن ننقل فقط. تعليقك على قتل السودانيين ايضا في سوق نفاشة في الفاشر. يا أخي الكريم، نحن نرفض جملة وتفصيلا أي قتل خارج إطار القانون، هذا القتل لماذا نحن ندينه في حركة الإصلاح والنهضة السودانية، سواء كان هذا القتل صدر من قوات الشعب المسلحة، القوات السودانية، أو المجاهدين الذين يقاتلون معها، أو صدر من أي جهة أخرى، نعم الدعم السريع أو خلافه. هذا القتل هو مرفوض، نعم أخذ هذا الكلام. مرفوض خارج نعم المحاكمات، لأن هناك ضحايا للقصف وهناك ضحايا للتدوين. ولكن تظل القضية الأساسية التي نظلنا نتحدث عنها هي قضية من يرفض السلام ومن يؤجج الحرب دائما في السودان، ويسعى بصورة مستديمة إلى إطالة أمد هذه الحرب. نعم، سنعود إلى هذه النقطة تحديدا، لأنه الحديث عن أنه طرفي النزاع هنا القوات المسلحة السودانية ورثت الدولة، وأن هي ترى أن في محاولة للضغط على طرفي النزاع، طرفي الصراع، طرفي الحرب في السودان من أجل الجانب الإنساني ربما، والبعض يرى أنه هذا ليس نهاية ما لدى الولايات المتحدة الأمريكية وما في جعبتها لإيقاف الحرب. لكن بالعودة إلى الدعم السريع، الدعم السريع الحقيقة بدايته موسى هلال، محمد حمدان، وبداية من 2006 تمرد على الدولة، 2007 الدولة، اتفاق مع الدولة، والذهاب إلى 2013 وغيرها. البعض يرى أنه الدعم السريع لو تمكن، كما قال السيد ضياء الدين بلال، لو تمكن من الدولة سيكون هناك حكم عائلي، حكم عرقي، باعتبار أنه محمد حمدان حميدتي يريد استئصال، هو وقوات الدعم السريع يريد استئصال القبائل الأخرى الموجودة في دارفور. يعني طبعا وهذا ليس كلامي، لكن كلام التقارير التي قالتها الأمم المتحدة عندما تحدثت عن الجنينة وأيضا التطوير العرقي الذي جاء في هذا الكلام الذي يقال وقاله السيد ضياء ويقال خارجا، هل هذا الكلام صحيح؟ أولا أنا أشكرك وأشكر السيد ضياء على ما تفضل به. أولا يا أخي الكريم، الدعم السريع هو قوات مكونة بموجب قانون وكانت تتبع لقوات الشعب البلد، وهذا فيها جميع الشعب السوداني موجودين في هذه القوات. والحديث عن أن هناك أسرة مسيطرة على هذه القوات هو حديث غير صحيح، باعتبار أن صحيح القوات منتشرة في كل ولايات السودان وفيها كل قبائل السودان، لكن جوهر القضية دائما حتى يعني لا نتجاوز الأزمة الأساسية، وهي محاولة الإسلاميين في السودان والحركة الإسلامية العودة إلى السلطة عن طريق بوابة القوات المسلحة، وهذا هو أصل الصراع. وهذا هو جوهر الصراع، والذي يحول الصراع من صراع ما بين قوتين عسكريتين إلى صراع بامتصاص وهضم واختطاف لقرار مؤسسة لها 100 عام وتحويلها إلى مخلب يعني لمحاولة العودة إلى السلطة وقطع الطريق أمام التحول المدني الديمقراطي. هذه القضية الأساسية، لأنك عندما تتحدث الآن عن قوات الدعم السريع، ظلت هذه القوات هي تلعب الأدوار الرئيسية في العمليات طوال الفترات السابقة وتقاتل، ولم يتم تصنيفها على أنها يعني قوات لها تفلتات أو خلافه. لكن سيد محمود، يعني نعم، إذا كان الحديث هذه القوات نعم محمد حمدان دبل هو
إذا كان الحديث عن أنه وقائدها الجيش محمد حمدان دقلو أول ما الجيش يريد تحدثوا عن الجيش هناك من يريد أن يأخذ الجيش ويذهب به للحكم، وقصدت أنت الإسلاميين. طب ما هو محمد حمدان دقلو أو محمد حمدان حمية الفريق محمد حمدان كانت من جاء به هو البشير أساس النظام البائد، وقال وأسماه حمايتي وليس حميتي. وأنت تتحدث عن القوانين، أنا أذكر لك 2017 تحديدا، 2017 كان المادة تحديدا بتقول قوة تابعة للقوات المسلحة وإن لم تكن تحت لوائها. رئيس الأركان رفض في 2017. 2019 تم تعديل القانون، المادة التي تخضع القوات المسلحة، وقال تتقيد بالمبادئ العامة للقوات المسلحة. يعني في النهاية كل التاريخ بيقول انه الدعم السريع لم يأتي من السماء، ولم يأتي الدعم السريع قادم من حضن الإسلاميين الذين كانوا يحكمون السودان. نعم، تم تكوينه في ذلك الزمان صحيح، ولكن الدعم السريع اتخذ موقف وطني وموقف أنا أعتقد أنه للتاريخ بانحيازه إلى معسكر التحول المدني الديمقراطي، وهذا هو أصل الصراع الآن الذي يدور، وأصل هذه الحرب هي قضية التحول المدني الديمقراطي. وهناك قوة مدنية سياسية تمضي في هذا الاتجاه، والدعم السريع كقوة عسكرية أيضا انحاز إلى هذا الخيار، وهذا شكل تهديد مباشر للإسلاميين الذين يسيطرون على يعني قرار المؤسسة العسكرية، وبالفعل خططوا على استخدام المؤسسة العسكرية لضرب مؤسسة الدعم السريع، فنشبت الحرب. لتبقى القضية التي ذكرت الآن وذكرها الأستاذ ضياء الدين، وهي أنه هناك تسويق سياسي يتم للجوني لتحويله إلى مرحلة قادمة وخلافه. هذه تكهنات، يعني ليس الأصل فيها اللي هي ليس صحيحة، لأنه أنا كما في رأيك سيد محمود، يعني محمود أحمد، ماذا يريد الدعم السريع؟ يعني سؤال ربما أنت هو أحد الذين يبحثون عن السلام. نعم، ربما أنت ذكرت يعني أمور طيبة للسيد الجوني لم تراها الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يعني باعتبارك سوداني ربما يكون أنت تدري أكثر، وبالتالي أسألك يعني ربما قربك من هذه المعلومات، ماذا يريد الدعم السريع؟ هل الدعم السريع يريد أن تعود السودان إلى الحكم المدني؟ هل الدعم السريع يريد أن يشارك في السلطة؟ هل الدعم السريع كمؤسسة لم تنضوي تحت القوات المسلحة، وحتى رئيسها أو قائد القوات لم يكن ضابطا تخرج في الكليات العسكرية، هل هي أفضل للسودان لو انتصرت على القوات المسلحة في أن تكون موجودة بدلا من الجيش السوداني؟ نحن نقول أن الآن ما هو مطلوب المرحلة الآن يا أخي الكريم، هذه الحرب وما بعدها ليس كما قبلها، وهذا هو معلوم بالضرورة. الدعم السريع على مستوى قيادته السيد القائد محمد حمدان دقلو لم يشير مطلقا إلى أنهم ينوون الحصول أو السيطرة على السلطة، والأدلة على ذلك أنه كان يعني أو الآن يسيطر على أكثر من 70 أو 80% من أراضي السودان، ولم يعلن حكومة على المستوى القومي، وإنما هي لجان أو أجهزة إدارية لإدارة أمر الخدمات بالنسبة للمواطن. فإذا كان الأمر الآن قائم على أنه إذا كانت هذه القوة وهي تهدف بالأساس إلى السيطرة على السلطة وإلى أن تنحاز السلطة ويتم احتكارها لدى مجموعة أو أسرة أو خلافه، لتم إعلان الحكومة من أول يوم. كانت الإذاعة والتلفزيون بيد القوات المسلحة والقصر الجمهوري والخرطوم كلها وبعض الولايات، وحتى تاريخ هذا الأمر. هذا الصراع يا أخي الكريم هو صراع لتوطين التحول المدني الديمقراطي في السودان، وهذا أمر يعني لن تقبله فرصة وأنت معنا سيد يعني كرئيس حزب أو رئيس حركة، يعني تضع لنا حل. يعني المفترض أن كل سياسي بيتحدث المفترض يعني لديه تصور ورؤية استراتيجية، رؤية قصيرة الأجل طويلة الأجل حول هذه المرحلة والمرحلة التي تليها. فمن يعني لو باختصار يعني هل يمكن أن تطلعنا على تصورك كرئيس حركة الإصلاح والنهضة لحل هذه المرحلة والمرحلة القادمة؟ يعني مثلا الكثير يقولون الإسلاميين، هل يتم إزالة هؤلاء أي أحزاب إسلامية وأي حد له مرجعية إسلامية سياسية نهائيا من التواجد في البلد؟ يعني أرجو أن تعطينا تصور لهذه المرحلة والمرحلة القادمة.
اولا بالنسبه للمرحله الحاليه نحن تصورنا يقوم على فك الإطار بين المؤسسه العسكريه واي قوه سياسيه يمكن ان تستخدم هذه المؤسسه مستقبلا للانقضاض على السلطه او التحول المدني الديمقراطي مره اخرى. ونحن نطرح قضيه السلام ومناهضه الحرب كقضيه اساسيه، وهذه المناهضه تستدعي اجراءات، واهم هذه الاجراءات هو رضوخ الطرفين المتقاتلين الان الى الجلوس لمنبر التفاوض ومناقشه كل القضايا التفصيليه في هذه المنابر، اذ لا يمكن ان يعقل ان تستمر هذه الحرب الى الابد ويتضرر الشعب السوداني منها ويتضرر المجتمع السوداني منها. لا بد ان تقف هذه الحرب بالتفاوض، وهذا هو الذي ظل في الفترات السابقه كلها يعني يتم من جانب قوات الدعم السريع انحيازها الى السلام في منبر جده، ذهابها الى جنيف في العمل الانساني، ذهابها الى جنيف لاحياء المفاوضات مره اخرى، ولكن الطرف الاخر ظل متعنت ومتمترس في قضايا يعني لا يمكن ان تؤدي الى حل. إذ كيف يمكن ان ياتي السلام من طرف واحد؟ ظلت قوات الدعم السريع هي تطرح قضيه السلام. نحن كمراقبين في القوى السياسيه المدنيه ظلينا نقدم مناشدات الى الطرف الاخر بالجلوس ومناقشه القضايا التفصيليه، ولكن قبل هذا الامر ولا يزال يقابل بالرفض. وهذا يعني في حاله رفض العمل الجلوس الى السلام التعويل على العمل العسكري، نحن كقوة سياسية نرى أنه لن يؤدي إلا إلى مزيد من معاناة الشعب السوداني. يمكن الجلوس بعدها وإدارة نقاش يعني لا يعزل إلا أصحاب الأجندة الذين يريدون قطع الطريق. طيب أرجو أن تبقى سيد محمود أحمد. ربما هذه رؤيتنا. نعم أرجو أن تبقى معي، وضحت رؤيتك وأنقل هذا الكلام للسيد ضياء.